السلام عليكم اخواتنا الغلابه في حلقه جديده من حلقاتنا اللي زي ما قلنا هتتسم بالتنافس الشريف طبعا. قبل ما ندخل في موضوع حلقه النهارده ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس وانزل بالانترو يا عم بقول. وزي ما قلنا لكم الحلقه اللي فاتت ان احنا هنستنى ارائكم في الكومنتات عشان تحددوا التيم الكسبان ما بيننا. اللي كسب معانا المره اللي فاتت هو حلاوه. خلاص يا الحان، ده انت اللي فارزه. هنتكلم النهارده عن افضل لاعبين في تاريخ نسخ كاس العالم. طبعا كلكم مستنيين تعرفوا مين احسن لاعب اداء فردي 2022، بس احنا هنبدأها معاكم من ورا شوية. وكاس عالم 86، كاس العالم 86 واللي اتلعب في المكسيك واللي توج بيه المنتخب الارجنتيني بقيادة اللاعب الاسطوري دييجو ارماندو مارادونا. مش حلوانجو يعني ناس كتير بتعتبر نسخة مارادونا في 86 هي أفضل أداء فردي للاعب في تاريخ كأس العالم كله. مارادونا مش كان بس هو قائد الفريق، بس كان يعتبر هو المحرك الأساسي للفريق كله، مع إنه ما كانش هداف البطولة بس كان تاني الهدافين ب5 أهداف بعد جاري لينكر نجم منتخب إنجلترا اللي أحرز في البطولة دي 6 جوان. كمان مارادونا شارك في 5 تمريرات حاسمة عشان يشارك في 10 جوان من أصل 13 جون سجلتهم الأرجنتين في البطولة. أنت متخيل؟ مارادونا الموسم ده كان سارق الأضواء كلها في كأس العالم. المعلم ده دخل ربع النهائي قدام انجلترا، رقص الفريق كله بالحارس بالجماهير. ما طبعا مارادونا. ومن ساعتها اتسمت الاهداف بالطريقه دي الاهداف المارادونيه. ده بعد طبعا ما حط الجون المشهور في مرمى انجلترا بايده، وطلع مارادونا بعديها ورفض يعتذر عن الجون وقال ان الجون ده هديه من عند ربنا. حد يرفض النعمه؟ ونروح لكاس عالم 90 واللي كان على الاراضي الايطاليه وفاز سنتها باللقب منتخب المانيا بعد ما كسب النهائي ضد الارجنتين. البطوله اللي اتصنفت الاكثر مللا بسبب قله معدل الاهداف فيها، واللي كانت 2.21 من 100 جول لكل ماتش. بس على الاقل ظهر لنا على الساحه الايطاليه نجم جديد وهو سيلفاتوري سكيلاتشي. طبعا ما حدش كان يعرف مين سيلفاتوري سكيلاتشي، اللي كان قبل كره القدم شغال اصلا عجلاتي، واللي وقتها كان لسه منتقل لنادي يوفنتوس قبل البطوله ولعب يا دوب ماتشين مع ايطاليا. الراجل اللي وقتها قام وسخن من على الدكه ونزل الشوط الثاني عشان يجيب جون المكسب لمنتخب ايطاليا في اولى ماتشاته في المونديال. بعد كده قرر المدرب ان هو يعتمد عليه بشكل اساسي عشان يكافئ سكيلاتشي ويسجل تقريبا في كل الماتشات اللي لعبها عشان يرفع امال وطموحات الطليان ويوصل بيهم لنص النهائي. وبالفعل سجل هدف التقدم لمنتخب بلاده امام الارجنتين، ولكن بتتعادل الارجنتين في النتيجه وبتوصل لركلات الترجيح وتتاهل للنهائي على حساب ايطاليا، عشان تلعب بعدها ايطاليا مباراه تحديد المركز الثالث مع انجلترا وتكسب الماتش بهدف سكيلاتشي برضه. 6 جوان سجلهم سكيلاتشي وصنع جون في مشواره في كاس العالم عشان يساهم في حصول ايطاليا على المركز الثالث والميداليه البرونزيه، عشان يتوج بسبب مشواره في كاس العالم بافضل لاعب وهداف البطوله ويترشح لجائزه الكره الذهبيه وياخد المركز الثاني. وبعدها على طول بينطفي نجم سكيلاتشي ويختفي عن الساحه الكرويه تماما. تلاقيه راجع يفتح الدكان تاني ينفخ له عجلتين. ناني؟ اوماي وا مو شينديرو. نيجي لكاس العالم 94 واللي اتلعب في امريكا واللي فاز بيه منتخب البرازيل وقدر يزود حصته في كاس العالم ل4 مرات بعد ما كانت متساويه مع ايطاليا واللي لعبتها في النهائي وقدرت تحصد الكاس الرابع على حسابها. بطل النسخه دي من البرازيل كان الاسطوره روماريو، واللي كان يعتبر السبب الاول لصعود البرازيل اصلا لكاس العالم، واللي ساهم في البطوله دي ب6 جوان، صنع جول وسجل 5، منهم هدفين مهمين جدا في ربع ونص النهائي عشان يصعد بيهم للنهائي اللي انتهى بركلات الترجيح وضيع فيها روبرتو باجيو اللي مات واقفا زي ما حكى لنا يوسف عشان يروح الكاس للبرازيل. ويختم روماريو الموسم العظيم بتاعه بدايه من الدوري الاسباني للبطوله الاغلى كاس العالم. مش بس كده، كمان بياخد جايزه احسن لاعب في المونديال وجايزه احسن لاعب من الفيفا عشان يبقى موسم تاريخي بيشيد بيه اساطير كتير زي دي ستيفانو مارادونا اللي قال عليه وقتها اعظم هداف شفته في حياتي. وتخلص حكايه 94 وندخل على 98، البطوله اللي اتلعبت في فرنسا واللي كسبتها فرنسا، وده بعد ما فازت على البرازيل بنتيجه 3-0. مونديال 98 واللي كان بدايه ظهور واحد من اهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، رونالدو البرازيلي، واللي عمل ساعتها ثنائيه تاريخيه مع ريفالدو ساهموا في ايصال البرازيل للنهائي اللي خسروه بنتيجه مفاجاه 3-0 من فرنسا، وده بعد الواقعه الغريبه اللي حصلت للظاهره قبل مباراه النهائي. رونالدو ساهم لحد قبل مباراه النهائي ب7 اجوان، سجل 4 وصنع 3. المشاركات اللي كانت حاسمه وسجل منهم هدفين في دور ال16، وصنع هدفين في فوز البرازيل 3-2 على الدنمارك في ربع النهائي، وهدف في تعادل نصف النهائي ضد هولندا عشان يوصل للنهائي بركلات الترجيح. كاس العالم 2002
2002 كان كاس عالم غريب ومليان مفاجآت زي اللي بتحصل دلوقتي. دي كانت اول بطولة تتعمل في قارة اسيا واول بطولة تتعمل بتنظيم مشترك بين بلدين. اشتركت كوريا الجنوبية واليابان في احتضان المونديال اللي قدرت البرازيل انها تحققه في الاخر وتكسب المانيا في النهائي بعد خسارة النسخة اللي فاتت من منتخب فرنسا. بطولة شهدت تألق الثنائية التاريخية البرازيلية، ايوه اللي لسه متكلمين عنهم في مونديال 98، رونالدو وريفالدو، اللي قدروا المرة دي يحصدوا اللقب ويرفعوا الكاس باستحقاق. رونالدو اللي قدر يسجل 8 اهداف في 7 ماتشات، وريفالدو سجل 5 وصنع 1، عشان يبقوا مشتركين في تسجيل 13 هدف من اصل 18 سجلتهم البرازيل في البطولة، ويرفعوا اللقب الاغلى عشان مين في الاخر ياخد جايزة افضل لاعب؟ لا مش رونالدو ولا ريفالدو ولا ريفالدو، امال مين؟ موبيلا يعني ولا ايه؟ اوليفر كان. ايوه بالظبط زي ما سمعت، اوليفر كان حارس مرمى منتخب المانيا والحارس الوحيد اللي قدر يفوز بالجائزه دي، وقدر يكسب جائزه ياشين كافضل حارس مرمى، وكمان قدر يكسب جائزه الكره الذهبيه للمونديال اللي انا شايفها غريبه قوي بصراحه. يعني افضل لاعب ياخدها حارس مرمى فريقه خسر النهائي وغلط غلطه كمان اتسببت في جون. في المقابل عندك واحد جايب 8 اجوان منهم 2 في النهائي وفريقه كسب البطوله، فاللي هو يعمل ايه اكتر من كده؟ يا راجل ده خد جائزه نسخه كاس العالم اللي فاتت لاسباب اقل من كده. ودي كانت اقرب فرصه ان رونالدو البرازيلي يحطم رقم قياسي جديد وانه يكون اللاعب الوحيد اللي قدر يحقق جائزه افضل لاعب مرتين على التوالي. خلي بالك هيتحطم قريب حوار محدش كسبها مرتين. يا جدع. تقترب والله خلاص يا جدعان. بصراحه كده فاموس ارجنتينا. طب محدش يقدر ينكر تألق اوليفر كان مع المانيا في مونديال 2002 اللي كان لغايه ماتش النهائي دخل مرماه هدف واحد بس، وكان اول حارس يحافظ على نظافه شباكه في 5 ماتشات. والجدير بالذكر انه كان بيلعب النهائي مصاب في رجله، صباع رجله اليمين، واخطا خطا فادح في هدف البرازيل الاول، الغلطه اللي قال عليها انها تساوي 10 اضعاف اي غلطه عملها قبل كده، لكنه في النهايه خد الجائزه. كاس عالم 2006 اللي اتلعب في المانيا والبطل كان ايطاليا للمره الرابعه في تاريخها. لو في مره جت سيره كاس عالم 2006 مستحيل ما يجيش في دماغك اللاعب الاسطوره زين الدين زيدان، اللي مش بس هيجي في دماغك عشان اداؤه ومساهماته في البطوله، لا عشان كمان النطحه المشهوره ليه في النهائي ضد ايطاليا. زيزو اللي كان اعتزل كره القدم اصلا قبل البطوله وتراجع عن القرار ده بناء على طلب المدرب، ورجع كقائد للفريق عشان يشارك في 4 اهداف حاسمين في وصول فرنسا الى النهائي. سجل في اسبانيا في دور ال16 وصنع هدف الفوز امام البرازيل في ربع النهائي، الماتش اللي ساعتها اتقال عليه انه كان بيلعب منتخب البرازيل لوحده، وكمان سجل هدف الفوز قدام البرتغال في نص النهائي. وفي النهائي كان صاحب الهدف الوحيد لفرنسا بضربة جزاء واللي عملها على طريقة بنج وجت في العرض بس دخل جول في نهائي كاس عالم ويعملها بالطريقه دي، ما تفهمش ده كان برود ولا تمكن ولا ايه بالظبط. وبعد كده ايطاليا بتعادل النتيجة ونوصل للاشواط الاضافية، بس قبل ما نوصل لضربات الجزاء بيعمل زيدان نطحته المشهورة وينتهي مشواره بالطرد، ويبقى اول لاعب يطرد في الاشواط الاضافية وما يلعبش البلنتيات عشان تخسر فرنسا 5-3. ندخل على 2010 والماما افريكا، اول كاس عالم بيتلعب في قاره افريقيا واللي بتنظمه جنوب افريقيا. قدرت اسبانيا بالدريم تيم بتاعها تكسب هولندا، ودي اول بطوله كاس عالم ليها. في اول وصول ليها للفاينل، بطوله تالق فيها لعيبه كتير، بس اللي لفت الانظار وتالق بصوره كبيره اللاعب الاوروجواياني دييجو فورلان، اللي قدر يوصل بمنتخب بلاده بهدفه في مرمى غانا في ربع النهائي عشان توصل لاوروجواي لنص النهائي لاول مره من 40 سنه. دياجو فورلان في البطوله دي سجل 5 اهداف وصنع هدف، قدروا بالاضافه لادائه انهم يخلوه ياخد جايزه افضل لاعب في المونديال، بس ما حققش جايزه الهداف مع انه كان اكتر لاعب سجل اهداف، ولكنه تشارك في صداره التهديف مع كذا لاعب، توماس مولر، ويسلي شنايدر، ديفيد في، بس الجايزه اخدها توماس مولر عشان كان اكتر لاعب فيهم عامل اسيستات برصيد 3 اسيستات. كاس العالم 2014 اللي اتلعب في بلاد السامبا البرازيل، واستطاع احراز اللقب بالمنتخب الالماني اللي انتصر على الارجنتين في ماتش النهائي، واستطاع حرمان ميسي من رفع كاس العالم. ميسي اللي كان اللاعب الابرز في البطوله وحصل على جايزه افضل لاعب في كاس العالم ساعتها، عشان يطلع بلاتر بعدها ويقول انه سمع ميسي وهو بياخد الجايزه بيقول الافضل ولكن ليس البطل، ويعدي جنب الكاس وهو نازل ويبص له بنظره كلها حسره وحزن. هداف البطوله دي كان الكولومبي جيمس رودريجيز اللي جاب 6 جوال، بس ما كانوش كفايه عشان ياخد جايزه افضل لاعب. قدر ميسي انه يحرز 4 اهداف ساهمت في تصدر الارجنتين لمجموعتها وفوزها بال3 مباريات، وصنع هدف الارجنتين الوحيد في دور ال16 عشان ياخد جايزه رجل المباراه ل4 ماتشات على التوالي ويكون الرجل الابرز في المنتخب، ولكن تحطمت احلامه بعد خساره النهائي عشان يكتفي بالجايزه الفرديه ويقول انها جايزه حزينه فزت بيها لاننا كنا نريد الفوز بالكاس من اجل الارجنتين. ومش عايز ازود كلام عن البطوله دي عشان كل ما بفتكرها بيجيلي ضيق تنفس. من البرازيل لروسيا، كاس العالم 2018 اللي شهد عوده فرنسا لمنصات التتويج
بنتيجة عريضة امام كرواتيا في النهائي 4-2، واللي كانت تاني بطولة ليهم في تاريخهم تألق فيها نجوم كتير، بس التألق اللافت والبارز كان للملك لوكا مودريتش. لوكا مودريتش ومشواره مع كرواتيا والوصول بيهم للنهائي لأول مرة في تاريخ المنتخب. مودريتش سجل هدفين في أول ماتشين في البطولة عشان ياخد جايزة أفضل لاعب في الماتشين، اللي كان واحد منهم ضد الأرجنتين، وعمل اسيست وحيد في مباراة ربع النهائي ضد روسيا. على الرغم من مشاركته القليله في الاهداف، الا ان مجهود لوكيتا في ارض الملعب محدش كان يقدر ينكره. اللاعب صاحب اعلى معدل جري في البطوله، وثالث اكتر لاعب خلق فرص، وافضل معدل مراوغات لكل مباراه، وقدر انه يحصل على جائزه افضل لاعب في كاس العالم، واللي ساهم بشكل كبير انه يكسب جائزه الكره الذهبيه في نفس السنه. ونوصل اخيرا لاخر وامتع محطه، كاس العالم قطر 2022، النسخه اللي في راي كتير من الناس افضل مونديال تابعوه في حياتهم، وشوفنا مفاجآت لا حصر لها، وماتشات مليانه اثاره ومتعه، وارقام قياسيه كتير بتتحط، وفرق عربيه بتوصل لمستويات عاليه، وطبعا على راسهم المغرب اللي خلت كل العرب حاسين بالفخر. ولكن حتى الان ينحصر التالق الفردي اللعيبه في لاعبين 2 بس، ميسي اللي من وجهه نظر البعض بيقدم افضل اداء ليه في تاريخه في كاس العالم، وبيصنفوه انه من افضل الاداءات الفرديه للاعيب في تاريخ كاس العالم كله. قدر ميسي انه يوصل بمنتخب بلاده للنهائي برصيد 5 اجوان و3 اسيستات، عشان يشارك ب8 اهداف من اصل 13 سجلهم المنتخب، وحصل على جائزه افضل لاعب للمباراه وللمره الرابعه، اكتر من اي لاعب اخر وللمره الثانيه في تاريخه بعد كاس العالم 2014، واللي بالنسبه لي ولحد دلوقتي شايف انه بيقدم افضل اداء في البطوله. امبابي اللي قدر يوصل للمره الثانيه على التوالي بمنتخب بلاده للنهائي ويكون الهداف بتاعهم. سجل امبابي 5 اهداف وصنع هدفين. الولد بيعدي من اي حته ومن اي حد وبيحط جون وقت ما يعوز، واللي بالنسبه لي احسن لاعب في البطوله لحد دلوقتي. انتوا كمان قولوا لنا انتوا مع تيم مين؟ تيم حلاوه وان ميسي افضل لاعب في البطوله لحد دلوقتي، ولا تيم ريحان ومبابي؟ وكل ده هيبقى اوضح لينا كلنا بكره بعد ماتش الفاينل. ومع انتهاء كاس العالم بينتهي الموسم الاول لينا. استنونا قريب جدا في الموسم الجديد، نشوفكم على خير ويا رب نوحشكم. سلام.